السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأسف في مخالفتين مرورية لا زال البعض يرتكبها، وأنا متأكد أنه عن جهل، خاصة كبار السن وأيضا بعض العنصر النسائي وبعض الشباب. فأتمنى يا أخوان أي شخص يصل هذا الفيديو أن يشرحها للقريب له، بالذات إذا كان والدك أو أختك أو والدتك، علشان ما ترتكب هذه المخالفات مرة أخرى. أبى أشرح لكم الآن على الطبيعة تلك المخالفات وكيف أنتم تتلافونها. طيب أنتم تشاهدون الآن هذه الكاميرات، تعرفون هذه ترصد عدة مخالفات، اللي هي الجوال، حزام الأمان، عدم وضوح اللوحة، عدم تشغيل أنوار في الليل، التأمين، وأيضا المخالفتين اللي بتكلم عنها اللي عدم التقيد بالمسارات، وأيضا المشي في كتف الطريق. طيب خلينا نتكلم عن المخالفة عدم التقيد بالمسارات. شوف قائد المركبة لما يمشي وياخذ جزء من المسار هذاك والمسار الثاني، يعني الكفر أو الإطار في مسار والكفر الثاني في المسار الثاني، حتى لو يدخل في المسار الثاني لو 10 سنتي أو يمشي على الخط، الكاميرا هذه تصوره وتعطيك مخالفة بقيمة 300 ريال عدم التقيد بالمسارات. هي بتنزل عليك بعد خصم 25%. طيب المخالفة الثانية اللي يمشون على كتف الطريق، انتم تشوفون هناك في خط أصفر متصل، وأحياء هذا خط أصفر متصل متقطع. هذا الخط المتقطع أنت تمشي عليه بالكفر أو الإطار أو تروح يمين ما تعتبر مخالف، لكن هذا الخط الأصفر إذا كان متصل ما هو متقطع، مجرد أنك أنت تمشي بالكفر عليه أو تخرج منه تسجل عليك مخالفة بقيمة 1000 ريال، وتنزل عليك ب 750 ريال بعد الخصم 25%. إذا انتبهوا يا أخوان، لما تيجي أمام الكاميرا خليك في نفس المسار حقك، لا تأخذ جزء من المسار الثاني، وأيضا لا تمشي على الكفر بالإطار أو الكفر في المسار على خط كتف الطريق اللي هو الخط الأصفر اللي هناك، أو هذا إذا كان خط أصفر متصل لا تدوس عليه أو تمشي عليه بالكفر. إذا كان متقطع زي الشكل هذا ما في مشكلة، من حقك أنك أنت تمشي وتتجاوز يمين أو أنك تبغى تروح للاتجاه اليمين. إذا يا أخوان هذه المخالفات مع الأسف الثنتين لا زال البعض يرتكبها، وهذه الكاميرات ترصد تلك المخالفات اللي أنا تكلمت عنها. الله يحفظ الجميع.